هو اسم من الأسماء الوطنية التي تداعب الأذهان على مر الزمان، وتقف مذهولا أمام قوتها وصلابتها، جراءتها وثقافتها، عنفوانها أو وطنيتها ومواقفها. من الصعب أن تجد رجلا يحمل تلك الصفات مجتمعة، ولكن من السهل أن تعرف أن تلك الشخصية كانت بيننا يوما ما تدافع عن حقوقنا، رحلت عنا دون أن تأخذ حقها. كان من المنتمين للجبهة المستقلة التي لا تخشى في الحق لومة لائم. موضوعي من الدرجة الأولى يبعد عن التحيزات والأهواء الشخصية لتعميم المصلحة العامة. متواضع ذكي سياسي مخضرم، وقال عنه أبناء قريته: تعلمنا السياسة على يديه وبجواره وفي بيته المتواضع، فحب الناس له ليس له حدود. فبيته كان مفتوحا في أي وقت لكل الناس من مختلف أنحاء مصر. فعصره كان مليء بالإنجازات والمشاريع التي تخدم المصلحة العامة، من مدارس ومساجد ومشاريع مختلفة تهم أبناء قريته. بدأ حياته السياسية مبكرا وهو في بداية الثلاثينات من عمره، حيث اعتقل وهو طالب في مدرسة طنطا الثانوية عندما شارك في مظاهرات الطلبة الشهيرة في بداية الأربعينات. اختير عام 1962 عضوا بالمؤتمر القومي العام عن مركزه أطور. وفي عام 1963 بدأ حياته البرلمانية عندما انتخب عضوا في مجلس الأمة وكان عمره 37 عام. اعتقل للمرة الثانية في يناير 1968 بسبب مواقفه من هزيمة يونيو 67، فما كان من النظام إلا أن اعتقله وهو نائب في مجلس الأمة، وقضى عاما في سجن القلعة. وصدر قرارا بحرمانه من حقوقه السياسية، وبعد خروجه من المعتقل ناضل من أجل استرداد اعتباره السياسي حتى تحقق له ما أراد في عام 1974 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات. خاض انتخابات عام 1976، ولكن الحكومة المصرية آنذاك كان لها رأي آخر في تغيير الحقائق. لم ييأس وعاد إلى المشوار السياسي ليبدأه من جديد، حتى دخل معركة الانتخابات المحلية بقائمة خاصة، ونجحت القائمة كاملة في عام 1977، وتولى رئاسة مجلس محلي قريته ضماط حتى عام 1979. تقدم للانتخابات البرلمانية بالصفة المقررة له طبقا لدستور 1971، وهي فئات، وفاز في تلك الانتخابات وأصبح نائبا عن برلمان 79 وحتى عام 84. وفي آخر هذه الدورة صدر قانون جديد للانتخابات بالقائمة لكي يحرم المستقلين من الترشح والتواجد في المجلس، مما جعله لا يترشح في انتخابات 1984. ولكنه أقام دعوى قضائية ضد قانون الانتخاب بالقائمة، وبالفعل حكمت المحكمة الدستورية العليا لصالحه، وأصدر رئيس الجمهورية قرارا بحل المجلس بناء على ذلك. وتم تعديل القانون ليسمح للمستقلين بالترشح بجانب القائمة، وهو ما حدث بالفعل عام 1987 عندما ترشح للمنافسة على المقعد الفردي ب5 دوائر انتخابية عشان يواجه 53 مرشحا آخرين تسحهم جميعا في الجولة الأولى. ودخل للإعادة مع مرشح الحزب الوطني، حيث كان للحكومة المصرية رأي آخر لأنها لم تكن ترغب في وجود فكر الجزار. وفي انتخابات سنة 1990 دخلها بصفته فئات مستقل، رافضا الانضمام إلى أي حزب، محافظا على استقلاليته من أي انتماءات حزبية. وبالفعل استطاع أن يفوز هذه المرة أمام مرشح الحزب الوطني، وفعل في هذه الدورة كل ما يمكن أن يفعله عضو بالبرلمان، واكتسب شهرة على شهرته فاقت كل الحدود المحلية في مركزه أو محافظته، بل أصبح شخصية عامة مهمومة بمشاكل مصر ومستقبلها. أيها السادة، إن فكر الجزار ليس مجرد شخص نتحدث عنه في سطور، ولكنه أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إن فكر الجزار مدرسة فكرية نضالية لها منهجا قائما على الحرية والكرامة والمبادئ والعدالة الاجتماعية، وتحتاج الأجيال الجديدة في بلادنا أن تدرك أن هذا الوطن لطالما امتلأ برجال عظام. لقد انتهى الفاسدون برحيلهم، وتلاشى التافهون بغيابهم، ولم يبق فاسدا واحدا في ضمير الشعب، ولم يصمت خائنا واحدا على ضفاف الذاكرة.
هوى تحالف عديم الموهبة والضمير إلى قاع التاريخ، وما ينفع الناس مكث في الأرض.